قريت وسمعت اكتر من 100 كتاب وبودكاست ولقاء لاشهر واحسن كتاب، وفي الفيديو ده هلخص لك اهم 10 دروس كل الكتب واللقاءات دي بتتكلم عنها. لو انت اول مرة تشوفني فانا اسمي مصطفى قنديل، انا صانع محتوى ودكتور اسنان وبدرس كورسات اونلاين واوفلاين كتير. في القناة هنا بجرب حاجات وبحكي لك تجاربي سواء نجحت او فشلت او اهم الدروس اللي اتعلمتها منها، سواء في تطوير الذات او الانتاجية او العقلية او الفلوس والاونلاين بيزنس، لان دي اكتر الحاجات اللي عندي خبرة فيها. والمحتوى بتاعي بيساعدك دايما تكون نسخة افضل، فلو حابب تشوف حاجات اكتر من ده ما تنساش تعمل سبسكرايب. اول حاجة كل الناس دي بتتكلم عنها هي just start. ابدأ. لازم تقتل المثالية او البرفكشنزم، حاجة بتعطلك انك دايما قاعد مستني اللحظة المثالية. وهديك مثال بسيط. لما انا جيت ابدأ اعمل محتوى، انا قعدت فوق 8 سنين عايز اعمل محتوى، بس قعدت اقول انا ما عنديش الكاميرا المناسبة، انا ما عنديش اللايت المناسب، انا ما عنديش الميكروفون المناسب، انا ما عنديش المواضيع المناسبة اللي هتكلم عنها، انا محتاج ادرس اكتر. وقعدت معطل نفسي فوق ال5-6 سنين مش بعمل محتوى عشان مستني اللحظة المثالية. ولكن اللي اتعلمته من كل الكتب والناس دي ان مفيش لحظة مثالية، انك الافضل دايما انك تبدأ وتتعلم في الطريق. لو عايز تعمل مشروع جديد، لو عايز تبدأ تتعلم مهارة، لو عايز تعمل اي حاجة، ابدأ وحسن نفسك في الطريق. اكيد اول فيديو اول حاجة عملتها كانت ضايعة، اكيد الموضوع بيتحسن لكن لسه ما وصلتش لاحسن حاجة، لان ده بيجي مع الوقت. طول ما انت ماشي اتحسن تحسن صغير لحد ما توصل لاحسن حاجه. لكن انك تبقى مستني انك تبقى احسن حاجه والظروف تكون كلها مهيئه وكل حاجه جاهزه عشان تبدا، لازم تقتل النقطه دي. تاني نقطه وبشوفها نقطه مهمه جدا هي محو الاميه الماليه، وهو ان يبقى عندك درايه بالامور الماليه. وخلي بالك دي نقطه مش بنتعلمها في المدرسه ولا بنتعلمها في الجامعه، هو ازاي اتصرف في الفلوس وازاي عمليه كسب الفلوس دي بتحصل. وهنا اكيد مش بتكلم على وظيفه وانك تروح تشتغل وتعمل فلوس، لان ده كل الناس اللي ماشيه فيه. ولكن الناس الناجحه والاغنياء عمرها ما بتعمل فلوسها انها تتخرج وتشتغل وتاخد مرتب اخر الشهر. من الاخر بيشغلوا فلوسهم انها تجيب لهم فلوس، مش هم بيشتغلوا عشان يعملوا فلوس. ولو اتعلمت الثقافه الماليه والبيرسونال فاينانس وازاي تخلي الفلوس تعمل لك فلوس، وازاي تكون بتستثمر، وازاي تكون بتكبر من الفلوس اللي معاك، على المدى البعيد هتكون مرتاح جدا، بدل ما انت عايش في دوامه تشتغل تاخد فلوس محتاج تصرفها، تشتغل تاخد فلوس محتاج تصرفها، دوامه ما بتنتهيش. النقطه الثالثه هي في الحركه بركه. كل الناس الناجحه وكل الكتب اللي قريتها وكل البودكاست اللي سمعتها دايما الناس دي بتكون بتعمل رياضه. والرياضه دي ممكن تكون انهم بينزلوا يتمشوا حوالين البيت، ممكن يكونوا بيعملوا يوجا في البيت، ممكن يكونوا بيعملوا تمارين جوه البيت، ولكن لازم يكون جسمهم بيتحرك. وكله بيتكلم ان الاستثمار اللي انت بتعمله لعمرك كله هو الاستثمار في صحتك وفي جسمك، لان دي اللي هتشيلك وهتشيل افكارك وهتشيل احلامك. لو انت عايز تحقق حاجات كتير مش هتعرف تعملها لو انت صحيا مش كويس. وطبعا ده يشمل برضو اكلك، ما تكونش بتاكل اكل غير صحي ومش كويس. كل الناس الناجحة برضو بتتكلم ان قد ايه النوم ده عنصر مهم جدا، وده بصراحة فرق معايا في حياتي الشخصية. زمان كنت باخد موضوع النوم ده باستخفاف وكنت شايفه اللي هو يا عم انا بعرف 4 ساعات ابقى جامد واعرف اعمل واسوي. ولكن اكتشفت ان لما بدأت انام بانتظام مدة طويلة، مش يومين 3، اسابيع وشهور، بنام من 7 ساعات ونص ل8 ساعات، فرق معايا جدا في ادائي، فرق معايا في تفكيري وطريقة الافكار اللي عارف اطلعها، بقيت عندي ابداع اكتر وكرياتيفيتي اكتر، فرق معايا جدا في الطاقة اللي عندي. وبصراحة اكتر حاجة فرقت معايا المود بتاعي. كنتش بطيء حاجات بسيطة صغيرة كانت بتعكنين لي يومي، لكن بقى عندي خلق اكبر وحمل اكبر لما بدأت انام بانتظام احسن من 7 ل8 ساعات. وانا شخصيا لقيت ان 8 ساعات ده هو الرقم اللي بيريحني وبيخليني قادر انتج اكتر. قبل ما نخش على النقطة اللي بعدها ما تنساش تدوس لايك عشان ده بيساعد الفيديو يوصل لناس اكتر وعشان الالجوريزم يا صديقي. النقطة اللي بعديها هو ان الشهادة والتعليم لوحدهم ملهمش لازمة، لازم تتعلم مهارات الحياة. ومهارات الحياة هنا يعني قصدي المهارات اللي هتفيدك في شغلك وهتفيدك في نجاحك في الحياة، زي المهارات اللي انا بحكيها لك دلوقتي او بكلمك فيها، زي مهارات التواصل، زي الذكاء العاطفي، زي انك تقوي العقلية بتاعتك ويبقى عندك عقلية صلبة او mental toughness، انك تتعلم من الفشل، وانك يبقى عندك الفلكسبيليتي انك تسمع رأي حد تاني وتحسن من نفسك. كل المهارات دي ما بنتعلمهاش في الشهادة. انت ممكن تكون طبيب وتكون دكتور هايل جدا وشاطر جدا، ولكن عايزك تاخد لحظة وتفكر في اي دكتور ناجح ومتفوق.
هل هو ناجح بس عشان هو شاطر؟ ما اعتقدش. وده بشوفه كتير قوي في شغلي. في دكاتره كتير قوي بتبقى شاطره لكن مش عارفه تتكلم مع المرضى، مش عارفه تتعامل مع المرضى، مش عارفه تتعامل مع التيم اللي معاها في المستشفى، مش عارفه تتعامل في الفلوس. فدايما حاول تشتغل على المهارات الحياتيه مش بس المهارات التقنيه اللي بتتعلمها في تعليمك. النقطه اللي بعديها مهمه جدا 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 في وجهه نظري وفرقت معايا انا شخصيا، وهي الناس اللي حواليك. في كوت او مقولة بتقولك ان انت معدل اكتر 5 اشخاص بتقضي معاهم وقت. ولو عايز تشوف المستقبل بتاعك شوف الناس اللي انت بتقضي معاها وقت، ده هيبقى شبه مستقبلك كمان 5 سنين. دايما حاول يبقى الناس اللي حواليك ناس عندها نفس طموحك واحلامك، والافضل انهم يكونوا واصلين الى حد ما اللي انت بتحاول توصل له، لان غالبا هيشدوك للاحسن. لو انت قاعد مع ناس مثلا بتشتكي على طول وعلى طول محبطه ومش شايفه ان فيها امل، انت بعد شويه هتبدا تشتكي وهتشوف انك محبط وان مفيش امل. لو انت قاعد مع ناس بتحفر في الصخر وبتحاول وبتنجح وبتفشل وبتقوم وتقع تاني، غالبا انت كمان هتكون بتحاول تفرك وتحفر في الصخر وتحاول تقف على رجليك تاني وهكذا. النقطه دي بجد مهمه جدا وبتفرق قوي. وعايز اقول لك كمان ان ده ينطبق اونلاين على السوشيال ميديا. انت لو بتتابع ناس ما بتضيفلكش اي حاجه او ناس مصدرالك حياه وهميه مش حقيقيه، انت بعد شويه هتحبط، بعد شويه دماغك هتتملي حاجات ملهاش لازمه. فحاول برضو تركز انت بتتابع مين وما بتتابعش مين، لان على المدى البعيد هيبدا يرتب ويكون افكارك اللي جوه دماغك. النقطه اللي بعديها هي اهدافك، وان اهدافك على قد ما هي حاجه جميله ولكن ملهاش لازمه قوي. تعالى نتخيل ان في 10 داخلين سباق، ال10 دول هدفهم كلهم انهم يكسبوا السباق، ولكن في الواقع واحد بس اللي هيكسب الميداليه الذهبيه واثنين هيكسبوا ميداليات والباقي مش هيكسب. وهي دي بالظبط الحياه، ان ناس كتير عندها نفس الاهداف، لكن اللي بيقدر يوصل للاهداف دي ويحققها هو وجود عادات وسيستم في حياتك. انت مثلا بتفكرش وانت نازل رايح الشغل انا همشي في انهي طريق، اوتوماتيكلي انت بتمشي في الطريق خلاص حافظ. انت وانت داخل تعمل كوبايه شاي ولا تعمل كوبايه قهوه في المطبخ ما بتقعدش تفكر، دي حاجه متسيستم عليها، روتين بيصبح موجود في حياتك. ذكائك بقى انك تخلي الروتين والعادات والسيستم دي بتودي لاهدافك. انك تعمل عاده انك اول ما بتصحى مثلا بتلعب رياضه، تعمل عاده انك قبل ما تنام بتعمل تدوين، تعمل عاده انك اول ما تصحى ما تستخدمش التليفون. كل دي عادات بتبان حاجات صغيره، ولكن لو اتعودت عليها واصبح روتين في يومك على المدى البعيد هتلاقيك اقرب لاهدافك واقرب للنسخه اللي انت بتحاول توصل لها. فدايما العادات والروتين اهم بكتير من الاهداف. ما تنساش تكتب لي في الكومنت ايه اكتر الكتب اللي قريتها اثرت فيك وفرقت معاك، يمكن تفيد حد تاني بيدور على كتاب يقراه هيشوفه في الكومنت. ولو انت بتدور على كتاب انزل شوف في الكومنت الناس كاتبه ايه وابدا اقراه. لو حابين برضو كل فتره اجيب كتاب او بودكاست والخصه لكم اقول لكم اهم النقط اللي فيه عجباكم الفكره دي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنت. النقطه اللي بعدها بشوف ناس كتير قوي بتعاني منها، وهي ان الحياه ماراثون مش سباق. ولو انت مش عارف الفرق، فهو الماراثون ان الناس بتجري مسافات طويله ومش مطلوب منهم يجروا بسرعه، مطلوب منهم يحافظوا على نفسهم وصحتهم عشان يقدروا يخلصوا السباق. ولكن في السباق بيبقى غالبا امتار قليله وبيبقى عباره عن كل واحد بيجري باسرع سرعته عشان السباق بيخلص بسرعه. وفي الحقيقه الحياه مش سباق، الحياه ماراثون. الحياه اللي قادر يقع ويقوم تاني، الحياه اللي قادر ياخد نفسه ويكمل لاخر الماراثون. وبسبب وجود السوشيال ميديا دلوقتي بقينا بنقع في مقارنات كتير، ليه ده عمل وانا ما عملت، ليه ده وصل وانا ما وصلتش. وللاسف العقليه دي عقليه السباق، ان انت شايف حته صغيره قوي. فكر فيها في الماراثون ان الشخص ده يمكن يكون سابق دلوقتي او سابق في حته معينه. انت شايف حد متفوق دراسيا لكن انت ما تعرفش ظروف بيته عامله ازاي. انت شايف حد متجوز جوازه كويسه ومرتاح فيها لكن انت مش عارف علاقته باهله عامله ازاي. انت شايف الحته اللي ناقصاك في الصوره. ما تفكرش كده وفكر في الماراثون ككل، وحاول دايما تقارن نفسك بنفسك. انت فين في الماراثون وماشي بتقدم كويس وبتتقدم واحده عن واحده ولا لا؟ الدنيا مش سباق، واحدة واحدة. النقطة اللي بعدها من أهم النقط اللي غيرت تفكيري وفرقت معايا جدا في حياتي، ركز في اللي تقدر تتحكم فيه. أغلب الوقت الأوفر ثينكينج والقلق اللي احنا بنبقى عايشين فيه بيبقى دايما من حاجات مش في إيدينا، دايما بتبقى حاجات يا إما في الماضي يا إما حاجات في المستقبل أو حاجات أصلا مش في إيدينا، زي ظروف اقتصادية، زي الوضع بقى صعب، زي زمان وأنا صغير حصل لي كذا، أو أنا خايف في المستقبل ممكن يحصل لي كذا. في الآخر كلها حاجات مش في إيدك أنت تتحكم فيها، وده بيهدر طاقة كتير ومجهود بتضيع في تركيز على حاجات انت مش في ايدك تغير فيها
اي حاجه. عمرك مثلا قعدت تفكر في حاجه حصلت لك زمان ومن كتر التفكير اتغيرت؟ عمرك مثلا قلقك وخوفك والاوفر ثينكينج بتاعك في حاجه في المستقبل غيرت اي حاجه في المستقبل؟ لا طبعا. كل دي طاقه وانرجي مهدره انت بتضيعها في حاجات مالكش تحكم فيها. لما تبدا تحط طاقتك وتركيزك في حاجات انت تقدر تتحكم فيها، زي اكلك، زي نومك، زي تتعلم ايه، زي تحسن من نفسك في ايه، زي علاقتك بالناس اللي حواليك، كل الحاجات دي انت ليك تحكم فيها. اشتغل على دول وفكر في دول، ما تضيعش طاقه وتفكير في حاجات مالكش اي تحكم فيها. النقطه اللي قبل الاخيره وهي مهمه جدا، ان في الوضع اللي احنا فيه في العالم دلوقتي بقى فيه نوعين من الاشخاص، بقى فيه الديابه وفيه الغزلان. لا بهزر. بقى فيه انك تكون يوزر او كونسيومر، مستهلك، يعني انت قاعد بتستهلك سوشيال ميديا، قاعد بتستهلك اكل، قاعد بتطلب اوردرات، قاعد بتشتري حاجات، كل دي انت المستهلك. او تكون كرييتر، او تكون صانع محتوى، صانع مشروع، صانع نجاح، صانع كورسات، صانع اي حاجه. وصدقني دي اكتر حاجه فرقت معايا. انا كنت مستهلك جدا، وكنت دايما قاعد بتفرج على ناس وعايز اصنع، بس بقول ان انا مش زيهم وان انا مش هعرف وان يمكن في يوم من الايام. لكن اللحظه اللي الفكر ده عشق في دماغي وابتديت افهمه، حياتي اتحولت جدا. ان انا بقيت احاول اصنع اكتر ما بستهلك، بقيت احاول اصنع محتوى، بقيت احاول اعمل كورسات واروح ادرسها، بقيت احاول اصنع حاجات تساعد ناس تانية. واللحظه اللي انت بتبقى فيها صانع او كرييتر اكتر ما انت كونسيومر، دماغك بتبقى اهدى وافضل بكتير، ويبقى تركيزك لحاجات دايما بتحاول تحسنك وتخليك نسخه افضل، لانك بتحاول تصنع، مش عمال تمص بس حاجات ملهاش لازمه من الناس حواليك. اخيرا وليس اخيرا، اهم نقطه اللي كله بيتكلم عليها واللي فرقت معايا جدا جدا جدا، اعرف الليه بتاعتك. انت ليه عايز تبقى احسن؟ انت ليه بتحاول تحسن من نفسك؟ انت ليه بتحاول تطور من نفسك؟ وصدقني كل ما الليه دي هتكون قويه وغويطه جواك، كل ما ده هيديك دايما دافع انك تستمر، دافع انك تزق في الايام اللي انت مش قادر فيها تحط نقطه طاقه كمان. والليه دي مش بتلاقيها في يوم وليله، الليه دي خدتني سنين عشان اوصل لليه بتاعتي. انا بعمل ده. وخليني انصحك نصيحه، بلاش الليه بتاعتك تبقى معتمد على ناس تانية. يعني بلاش الليه بتاعتك عشان ارضي اهلي، مع احترامي لاهلك والاهلي. ما تبقاش الليه بتاعتك عشان صحابي يحبوني، ما تبقاش الليه بتاعتك عشان المجتمع بيشوف ان ده الشخص الناجح. خلي الليه بتاعتك حاجه ليها علاقه بيك انت، حاجه غويطه جدا، حاجه جواك. ممكن تكون الليه بتاعتك عشان عايز تطلع من المستوى الاجتماعي اللي انت فيه، ممكن الليه بتاعتك عشان عايز تساعد اهلك وتساعد اللي حواليك انه ما يبقوش بيعانوا من موضوع الفلوس ده تاني. ممكن تكون الليه بتاعتك انك عايز تسيب اثر الناس تفتكرك بيه. دور وفكر على الليه بتاعتك وخد وقتك، دي حاجة ما بتتلاقاش في يوم وليلة. كل ما تلاقي نفسك بتحاول تبقى احسن، بتحاول تشتغل على نفسك وتطور نفسك، ابدأ فكر انا ليه بعمل ده؟ ايه الحتة اللي جوه خالص اللي مخلياني بعمل ده؟ لو لقيت الليه دي هتبقى دايما البنزين اللي بيزقك انك تستمر. اتمنى الفيديو ده يكون فادك وساعدك ينور شويه افكار جوه دماغك، لان فعلا الحاجات دي فرقت في حياتي وحولت لي حياتي 180 درجه. ما تنساش تكتب لي في الكومنت ايه فعلا اكتر نقطه حاسس انها بتفرق في حياه البني ادم. وطبعا لو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتبعت الفيديو ده لحد يستفيد منه. سلام.